السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غنديروا وريقات ديال سلطه معمرين اللي كيجيو اكثر من رائعين. غنرافقهم بالدجاج عامر بالروز واللوز والكفته او اللحم المفروم كيف كيعيطوا خوتنا العربيين الدوالي. نقدروا نديروهم بوريقات العنب ولا بالسلطه، اي سلطه اللي تحبوا. انا اختاريت هذه، يعني غادي نغسلها ونديرها في الماء تسلق، ماشي تسلق، نحطوها تتبدل ليها اللون ديالها باش تدبال شويه، باش تجينا ساهلين من نبغوا نعمروها. نسلقهم ونخليهم يبردوا. ودابا غندوزو للحشوه. نحيد هذوك اللي كيكونوا قاصحين. صافي راه ساهلين بعد ما كنحلهم هكا. وان شاء الله دابا غادي ندوزو للحشوه. الحشوه ديال الدجاج غادي نتبل الدجاج ونخليه في التوابل يشرب. هنا عندي حساب نص كاس ديال الماء، درت فيه زعفران، شعره. هنا عندي التوابل، عندي السكنجبير، الخرقوم، البصله، الثومه، عندي الربيع. هنا عندي الحامض مصير مقطع باللب ديالو. وعندي هذا الربيع، هذا المعدنوس الغريب العجيب اللي سبق لي وشاركته معكم، راه في الفيديو السابق. صافي هنا خلطته مع داك حسب نص كاس الماء وزعفران، شعره. هنا عندي هذا الحامض مصير، قطعته كسبق لي قلت لكم باللب ديالو. هنا عندي 4 الفصوص ديال الثومه. وهنا عندي التوابل، عندي تحميره السكنجبير، الخرقوم، القليل من الملح ناخذ بعين الاعتبار حيت عندي المعدنوس طاحناه بالملح. صافي درت واحد القليل من الماء باش يتخلط لي هاد التوابل. صافي هنا غادي نهزو هاد الدجاجات. انا عندي واحد العراضه. العراضه غادي نمشي لعندهم غنمشي لعند خالي جا من المغرب، توحشته، الله يعطيه صحيحته الله يخليه ليا، عزيزه عليه وحتى هو عزيز عليا، الله يعطيه صحيحته. صافي غادي نعمر هاد الدجاجات مزيان بهاد التوابل ونخليهم يتشربوا. نقدروا نخليهم حتى ليله كامله. صافي هنا عندي مقيله درت فيها شي 4 البصلات، ندير ليها القليل من زيت الزيتون ونخلي هاد البصيله حتى تدبال، ونزيد عليها هاد اللحم المفروم والتوابل. عندي هنا الكمون، السكنجبير، القليل من الحار والزعتر. الزعتر كيعطي واحد النسمه زوينه هاد الحشوه. عندي الثومه، عندي خيزو، القريعه وفلفله حمراء. هاد الحشوه غادي ديال اللحم المفروم او ديال الكبده، عفوا ديال الكفته، غادي نقسمها على جوج. غناخذ منها شويه باش نعمر بها الدجاج. صافي هنا غنضيف هاد الكبده، عفوا هاد الكفته، ما عرفت مالي اليوم مع الكبده صافي نضيف هاد الكفته ونخليها حتى تدبال شويه، تتشحر مع هاد البصيله. صافي كنبقى نحل فيها هكا. بعد ما تحلات غندوز نضيف التوابل. عندي الثومه والمعدنوس اللي سبق لي راني مقطعاه مشاركاه معكم. وهنا التوابل عندي الكركم، الخرقوم، التحميره، السكنجبير، القليل من الكمون، القليل من الملح والزعتر. صافي غنضيفوا على هذيك البصله ولا الكفته.
هنا حيت القليل ديال الكفته اللي غادي نديرو مع اللوز والروز باش نعمر الدجاج. ودابا غنضيف الخضره، نضيف الفلفله وخيزو وقريعه محكوكه والفلفله مقطعه صغار. يعني هاد الحشوه اقتصاديه ولكن كتجي بنينه، كتجي زوينه. هاد الوريقات ديال سلطه عامرين كيجيو ولا اروع. نقدروا نديروها بالوريقات ديال العنب، انا عندي ديجا حاطه. قلنا نبدلو نغيروا شويه، يعني نقلبوا على شي حاجه اللي سهله واقتصاديه. صافي هنا نضيف القليل من الزيتون مقطع. صافي الحشوه ها هي واجده. ندوز نحطها على جنب باش تبرد، باش دوك الوريقات ديال السلطه ما يتقطعوش. هنا غادي لما تبرد لي الحشوه، بعد ما حمرت هاد اللوز غادي ندوز نطحنو، ماشي نطحنو، نخليه شويه مدير. وعندي هنا الروز سالقه، درت كاس ديال الروز على ديك الكفته اللي نقصت من الحشوه، ونضيف عليها هاد اللوز. صافي وكنحركها حتى كيتماسكوا لي هاد العناصر، اللوز والروز والكفته، كيوليو على هاد الشكل هكا. صافي هنا بعد ما بردات لي هاد الحشوه غندوزو نعمرو هاد الوريقات ديال السلطه. نفس الخدمه، هادو كنديروهم ديال السلطه، والاخرينات كنديروهم بالورقه العنب. ولكن حتى هادو كيجيو بنان، كيجيو بحالهم بحال الورقه العنب. صافي وكنبقاو نلويو فيهم. راهم ساهلين وكنحصلوا على نتيجه مرضيه. وصدقوني كيجيو بنان، يعني كيستحقوا التجربه. صافي هنا غندوزو للحشوه، غادي نعمر هاد الدجاجات. راه ساهل. صافي بعد ما عمرتهم خيطتهم. نقدروا نديروهم عبر العويدات ديال السنان. هنا درت القليل من ورقه الزيتون، ورقه سيدنا موسى، والقليل من كليل الجبل او من ازير. وغنحط دوك الدجاجات، غنغطيهم بورق الفرن، ومن بعد ندير لهم ورق الومنيوم. صافي ندخلهم الفران. هادو بعد الوريقات بعد ما عمرتهم ستفتهم هكا في طنجره، ودرت عليهم القليل من صلصه او مطيشه الحك والقليل من الماء، وسديت عليهم خليتهم حتى زادوا كملوا الطياب ديالهم. صافي الدجيجات هما دهنتهم بالقليل من الزبده، خلطت معها شويه ديال التحميره ودهنتهم ودخلتهم الفران تحمروا. صدقوني هاد الوريقات كيجيو ولا اروع، كيجيو لذاذ بنان وساهلين دغيا كيطيبوا. نفس الطريقه باش كنعمروا الوريقات ديال العنب. ملي كنعمر عليهم الماء كندير واحد التبصيل على هذوك الوريقات باش ما يتحلوش، ونخليهم يطيبوا. هنا تقريبا حنا وصلنا لنهايه الفيديو. ديتهم لعند خالي، فطرنا مجموعين. هذا هو فطورنا البسيط. رافقناهم بواحد الشوربه ديال الحوت، تميرات، شلاضه الخضره. صافي درنا هاد البطبوط، خبيزات معمرين.
وهذا هو الشكل النهائي. هنا وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. إلى اللقاء، إلى الفيديو القادم إن شاء الله.